اللي في الصورة دي جوزها اختفى فجأة، وبعد ما دورت عليه مدة قصيرة جدا وما لقيتهوش راحت حبت حد تاني ورفعت قضية خلع على جوزها للتغيب. ولكن بيحصل مصيبة في النص بتغير ليها حياتها كلها، لدرجة انها وقفت قدام القاضي واتحكم عليها حكم صعب جدا. ايه هي المصيبة اللي حصلت لها وايه الحكم اللي خدته؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة ان شاء الله. صلى على النبي وتعالى نبدأ. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الآخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة دي اسمها نبيلة السيد، عندها 35 سنة وعايشة لوحدها في منطقة المنيل، لان ابوها وامها اتوفوا من زمان وهي اعتمدت على نفسها وكونت نفسها بنفسها. وساعتها نبيلة كانت شغالة مدرسة عربي في مدرسة ثانوية، وكانت تعتبر من اشطر المدرسين اللي موجودين في المدرسة، وكل الطلاب بيحبوها وبيحترموها. ولكن ساعات كانت بتحصل منها حاجات غريبة، زي مثلا انها تفضل تعامل الطلاب بحنية زيادة عن اللزوم، وفجأة تقلب عليهم وتفضل تزعق لهم على الفاضي وعلى المليان. فالطلاب ساعتها كانوا مستغربين ومحتارين في شخصية نبيلة، علشان كده اغلب الطلاب كانوا بيتعاملوا معاها على اساس انها مجنونة، وكل ما بيشوفوها بيفضلوا يضحكوا عليها ويتريقوا. وفي نفس الوقت ده كان في واحد زميلها اسمه وائل، كان شغال معاها في نفس المدرسة وعينه كانت دايما عليها من بعيد لبعيد، لانه كان بيحبها وعايز يتجوزها، ولكن كان متردد بسبب التعامل بتاعها مع الطلاب، وكان فاكر انها مجنونة ولا حاجة. بس لما اتعامل معاها وقرب منها اكتر واكتر اكتشف انها طيبة خالص ومحترمة، وكمان عاقلة جدا في تصرفاتها. علشان كده أستاذ وائل بدأ يصارحها إنه بيحبها وعايز يتجوزها. فنبيلة بكل برود قالت له أنا مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي خالص. فساعتها أستاذ وائل كان هيتجنن وحب يستفزها بالكلام، وقال لها إزاي مش بتفكري في الجواز وانت سنك معدي ال 35 سنة؟ المفروض اللي في سنك اتجوزوا وخلفوا وعندهم أحفاد كمان. فنبيلة ردت عليه بعصبية وقالت له أنا 1000 واحد يتمنى لان انا بنيت نفسي بنفسي وعندي شقة وفلوس عمرك ما تحلم بيها. يعني يوم ما اقول يا جواز مليون راجل هيجروا ورايا. وبعد كده سابته ومشيت واشتكته للمدير بتاع المدرسة. فساعتها استاذ وائل اول ما اتأكد ان استاذة نبيلة عندها فعلا شقة ملك ومحوشة فلوس كتير بدأ يطمع فيها ويتعلق بيها اكتر واكتر، لانه حالته المادية كانت على قدها خالص وما عندوش شقة. ولو اتجوز استاذة نبيلة ممكن ما يحتاجش يأجر شقة ويقعد معاها في نفس شقتها الملك. علشان كده أستاذ وائل حاول يكلمها مرة واتنين ويثبت لها إن هو بيحبها، لدرجة إن هو جاب دبلة دهب وطلب إيديها قدام المدرسة كلها. فساعتها نبيلة اتفاجئت وفي نفس الوقت اتحرجت إنها تقول له لأ أو تكسفه. علشان كده قالت له إنها موافقة على الخطوبة. وفعلا بعدها على طول أستاذ وائل بيجيب أهله وبيروحوا يقعدوا مع عم نبيلة وبيتفقوا على كل حاجة وبيلبسها الشبكة. وللأسف من اللحظة دي وائل بيبقى عامل زي الدلدول لنبيلة، بمعنى ان اي حاجة بتقوله عليها بيسمع كلامها من غير نقاش. وفي نفس الوقت كان بيعمل عليها شوية صعبانيات وبيشتكي لها ان هو مش عارف يأجر شقة ولا يفرشها، وطلب منها كذا مرة ان هم يتجوزوا في الشقة بتاعتها عقبال ما ربنا يسهلها ويقف على رجليه ويجيب شقة. فنبيلة لما لقت وائل مطيع في كل حاجة ومش تعبها ودايما بيقول لها حاضر ونعم، فقالت له انها موافقة يتجوزوا في الشقة، بس بشرط ان العصمة تبقى في ايديها هي، علشان لو اتغير او اختلفوا في اي حاجة تعرف تطلقه بكل سهولة من غير ما تخش في حوارات الخلع والمحاكم والكلام ده. فساعتها وائل رفض وقال لها انا مستعد اقبل على نفسي اي حاجة الا موضوع العصمة ده.
وكلمة من هنا على كلمة من هنا وائل بيقنعها ان العصمة تبقى في ايديه هو، ولو حبت تتطلق في اي وقت هيطلقها بكل سهولة من غير ما يخشوا في حوارات. وفعلا بعد ما اتفقوا على كل حاجة هما الاتنين بيتجوزوا على الضيق خالص من غير فرح ولا حتى زفة. والكارثة ان في اول يوم جواز حصل ما بينهم خناقة كبيرة لدرجة ان وائل كان عايز يطلقها او يخلص عليها، ولكن نبيلة قدرت تحتوي الموقف وتسيطر على وائل. الخناقة دي حصلت ليه وكان سببها ايه؟ كل ده هنعرفه كمان شوية ان شاء الله. المهم بعد اول يوم جواز نبيلة بقت واحدة تانية خالص غير اللي وائل عارفها، لانها هي اللي بقت بتسمع كلامه في اي حاجة يقولها لها ومش بتعترض على اي امر وائل بيأمرها بيه، لدرجة انها هي اللي كانت بتصرف على البيت من مرتبها ومن فلوس الدروس الخصوصية اللي كانت بتديها. باختصار يعني وائل بقى هو اللي مسيطر، وكمان هي اللي بتصرف عليه، ومرتبه اللي كان بياخده كان بيحوشه كله. وبعد شهرين من الجواز وائل جات له فرصة شغل احلى في مدرسة تانية، فبيسيب المدرسة اللي كان شغال فيها مع مراته وبيروح المدرسة التانية دي علشان مرتبها كان اعلى. وبرغم كده برضه وائل ما كانش بيصرف جنيه على البيت، وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة جدا حوالي 7 شهور لحد ما بيحصل مشكلة كبيرة لنبيلة في المدرسة. والمشكلة دي كانت عبارة عن ان في طالب اسمه مصطفى كان في تالتة ثانوي اشتكى ان نبيلة بتلمح له تلميحات مش محترمة، وكمان عرضت عليه انها تديله فلوس ببلاش مقابل ان هو يهتم بيها ويحبها زي ما هي بتحبه. فساعتها مصطفى ده قال لابوه على الكلام اللي نبيلة بتقوله، فابو مصطفى راح المدرسة وفضل يزعق ويغلط فيها ويتهمها انها ست مش تمام، وكمان عمل بلاغ فيها وفضحها في كل حتة بتروحها. فمدير المدرسة اللي كان اسمه نادر لما لقى الموضوع كبر جدا حول استاذة نبيلة للتحقيق، وفي نفس الوقت بدأوا يستجوبوا الطلاب اللي نبيلة بتدرس لهم على ان لو حد لاحظ ان تصرفات نبيلة مش تمام. فاغلب الطلاب شهدوا ان استاذة نبيلة محترمة جدا ومجتهدة في شغلها، بس بيحصل منها شوية عصبية كده مش مفهومة. وفي 4 طلاب شهدوا بنفس الكلام اللي قاله مصطفى، علشان كده مدير المدرسة بيريح دماغه خالص من الحوارات دي وبيرفد نبيلة من المدرسة. وفي نفس الوقت وائل اول ما بيعرف مراته قعدت من الشغل راح وسأل زمايله على اللي حصل، فاغلب المدرسين حاولوا يخبوا عليه ويجملوا الموضوع، ولكن فهم في الاخر ان نبيلة اترفدت علشان في طلاب اتبلوا عليها بكلام مش كويس. فساعتها وائل الشكوك اللي كانت عنده اتجاه نبيلة بدأت تتأكد، واول ما روح البيت قعد مع نبيلة واتهمها بالخيانة، ولكن نبيلة فضلت تحلف له بالله انها ما عملتش اي حاجة. فبعد محايلات كتير من نبيلة وائل قال لها انا مصدقك بس هتصرفي على البيت منين؟ ساعتها نبيلة قالت له ما تقلقش، انا هدي دروس خصوصية في البيت وهكسب فلوس اكتر ما كنت بكسب من المدرسة بكتير. وفعلا نبيلة بدأت تبلغ الطلاب اللي كانت بتديلهم دروس انها فاتحة سنتر صغير في شقتها واللي عايز ياخد دروس يجي. فاغلب الطلاب راحوا لها الشقة وبدأت تشتغل وتدي دروس، وعلشان نبيلة كانت شاطرة في الشرح وفي توصيل المعلومات طلاب كتير جدا بقوا بيروحوا لها، ويوم ورا يوم فعلا بقت بتكسب اكتر ما هي كانت شغالة في المدرسة بكتير، لانها كانت مسخرة يومها كله للدروس الخصوصية. وفي نفس الوقت ده وائل كان فرحان جدا وكان بيشجعها انها تزود شغلها كمان وكمان، وفضل الحال ده مستمر فترة والدنيا كانت مستقرة ما بينهم لحد ما فجأة استاذ وائل بيختفي وبيفضل مدة كبيرة جدا مش بيروح لها البيت. فساعتها نبيلة كانت هتتجنن عليه وفضلت تتصل بيه مرات كتير جدا، ولكن تليفونه دايما كان مقفول او غير متاح. فنبيلة اخر ما زهقت اتصلت
اتصلت بأبو وأم وائل علشان تشوفوا موجود عندهم ولا لا. فأبوه وأمه قالوا لها ولا شفناه ولا نعرف عنه أي حاجة. فساعتها نبيلة كانت مفكرة إنهم بيكدبوا عليها، علشان كده راحت لبيت أبوه وأمه علشان تشوفه هناك ولا لا. وللأسف لما راحت ما لقيتهوش. فأهل وائل قالوا لها ما تخافيش، هو كبير وأكيد مش هيتوه. فنبيلة من كتر قلقها عليه راحت عملت محضر بتغيب جوزها عن البيت، وقالت في المحضر إنها راحت سألت عليه عند أبوه وأمه وكانوا باردين جدا في الرد بتاعهم. فاللي بيكتب المحضر لما لقى إن مفيش أي شبهة جنائية ومفيش أي دليل على اختفائه، وكمان نبيلة ما كانتش متأكدة 100% إن حصل له حاجة ولا لأ، علشان كده المحضر بيتحفظ برقم إداري. والغريبة ان نبيلة بعد ما عملت المحضر كملت حياتها عادي وكأن وائل ده ما كانش موجود في حياتها اصلا، لدرجة انها ما سألتش على المحضر ولا تبعته. والكارثة مش في كده، الكارثة الحقيقية انها بدأت تحب شخص تاني وتعيش حياتها معاه. ولو كنت فاكر ان الشخص ده من سنها او حتى اكبر منها تبقى غلطان، لانها حبت طالب كانت بتديله درس في الشقة بتاعتها، والشخص ده كان اسمه سامح كريم، وكان جارها في المنطقة اللي هي ساكنة فيها، يعني عارفاه من زمان وهو لسه صغير. ولما كبر وبدأت تديله دروس اعجبت بيه واعترفت له بحبها، وعرفت بطريقتها انها تسيطر على تفكيره. وللأسف سامح علشان كان فاقد الاهتمام من كل اللي حواليه، فلما صدق حد يحبه ويهتم بيه، علشان كده سامح بسرعة اتعلق بنبيلة وبقت بالنسبة له كل حياته. والكارثة ان كان بيحصل ما بينهم تفاصيل تانية، وللأسف بسبب كده سامح بقى بيعشق نبيلة أكتر وأكتر، لدرجة إنها استغلت تعلقه بيها وعرضت عليه الجواز. فسامح بدون تردد وافق على طول، بس في نفس الوقت استغرب وقال لها إزاي هنتجوز وإنت على ذمة راجل تاني؟ فنبيلة قالت له سهلة جدا، هرفع قضية خلع واخلعه للضرر، وكده كده أنا عاملة محضر بالتغيب بتاعه، يعني أول ما ارفع قضية الخلع هتطلق منه على طول. فللأسف علشان سامح كان شايف نبيلة حياته كلها، فقال لها اتطلقي منه الأول وهنتجوز على طول، علشان جوازنا يبقى رسمي 100% ونعرف نعيش حياتنا صح. والغريبة ان نبيلة سمعت كلامه وخلعت جوزها خلال وقت قصير جدا، تقريبا 3 شهور. وأول ما خلعت جوزها وائل بدأت تتكلم مع سامح وقالت له ان هو لازم يجيب أهله ويجوا يتقدموا لها، لأنه لو ما عملش كده مش هتدخله الشقة بتاعتها تاني. فسامح اول ما سمع كده اتجنن وخاف لحسن نبيلة تسيبه وتحرمه من اهتمامها، علشان كده بسرعة راح اتكلم مع ابو كريم وامه سناء وقال لهم ان هو عايز يتجوز نبيلة جارتهم. فساعتها ابوه وامه اول ما سمعوا كده كانوا مفكرينه بيهزر، ولكن لما لقوه بيتكلم بجد فضلوا يشتموا فيه ويهزقوه وقالوا له عايز تتجوز واحدة قد امك وكانت متجوزة اصلا وسمعتها مش تمام. فلما لقوا ان ابنهم مصمم برضه يتجوز نبيلة مسكوه وقفلوا عليه الأوضة وما خلوهوش يخرج. وبعد كده نزلوا في الشارع وقعدوا ينادوا على نبيلة جارتهم، ولما ردت عليهم فضلوا يشتموا فيها في وسط الشارع وفضحوها انها بتلعب بدماغ ابنهم سامح وعايزة تتجوزه، وهددوها انها لو جت جنب ابنهم تاني مش هتشوف خير ابدا وهيخلوا عيشتها سودة. فنبيلة علشان ما كانتش عايزة فضايح سكتت خالص ومرضتش ترد عليهم بولا كلمة. وعلى الناحية التانية سامح كان هيتجنن على نبيلة وعايز يخرج من البيت بأي طريقة علشان يروح لها، لدرجة ان هو فضل يتحايل على ابوه وامه ويحلف لهم ان هو هيهتم بالدراسة بتاعته بس ومش هيروح عند نبيلة تاني. وللأسف ابوه وامه بيصدقوه وبيخلوه ينزل يكمل دراسته علشان كانوا خايفين على مستقبله. وساعتها سامح بعد ما عمل نفسه ان هو رايح المدرسة استخبى ودخل في الحوش عند نبيلة وخبط عليها. في الاول نبيلة مرضتش تدخله عندها الشقة، ولكن
ولكن بعد ما اتحايل عليها كتير وعيط بالدموع صعب على نبيلة وفتحت له وقالت له مش عايز اعرفك تاني علشان اللي ابوك وامك عملوه. فساعتها سامح قال لها انا مستعد اعمل اي حاجة علشان نبقى لبعض ونتجوز. وفي وسط الكلام فكرها ان هو ضحى علشانها كتير وكان هيروح في داهية بسببها. ايه الحاجة اللي ضحى فيها وايه الحاجة اللي عملها؟ كل ده هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. المهم نبيلة بكل خبث قالت له لو عايز نبقى لبعض يبقى تخلي ابوك وامك يوافقوا بالعافية، ولو مرضوش يبقى انا كده هتجوز واحد غيرك ومش هعرفك تاني. فساعتها سامح اتجنن وقال لها ان هو بيفكر يتخلص منهم علشان هم السبب في تعاسته وواقفين قصاد مستقبله. وللأسف الشيطان كبر الموضوع في دماغه، وكمان نبيلة سخنته اكتر واكتر على اهله. والمصيبة انها عرضت عليه تساعده في الموضوع ده لدرجة انها قالت له على الطريقة اللي ممكن يخلص عليهم بيها من غير ما البوليس يمسكه او يعرف عنه اي حاجة. وساعتها نبيلة جابت له مادة سامة علشان يحطها ليهم. وللأسف سامح تحس ساعتها ان هو ما كانش في وعيه واخد المادة وحطها في الاكل اللي امه بتطبخه، وبعد كده خرج بره البيت خالص علشان ما يشوفش ابوه وامه وهم بيتألموا. وبعدها ب4 ساعات سامح رجع البيت لقاهم هما الاتنين واقعين على الارض وفاقدين للوعي. فساعتها سامح فضل يصرخ ويصوت لحد ما الجيران اتلموا، ولما الجيران شافوا حالة كريم وسناء بلغوا البوليس فورا. ولما رجال الامن بيوصلوا لمكان الواقعة وبيتأكدوا انهم اتوفوا بيبدأوا يرفعوا الجثتين للطب الشرعي وللمعمل الجنائي علشان يشوفوا سبب الوفاة ايه. وفي نفس الوقت بدأوا يحققوا مع كل اللي موجودين في البيت ومن ضمنهم سامح اللي ساعة التحقيق واستجوابه كان واضح عليه ان هو متوتر او خايف من حاجة. وبعد فترة قصيرة بيطلع تقرير الطب الشرعي وبيثبت ان كريم وسناء اتوفوا بتسمم شديد جدا في الاكل. فساعتها رجال الامن بيشكوا في سامح لانه هو الوحيد اللي عايش معاهم في الشقة وهو الوحيد اللي يقدر يعمل كده من غير ما حد ياخد باله. واللي أكد شكوكهم إن كلامه كله متلخبط وبيقول الكلمة وعكسها، علشان كده رجال الأمن بدأوا يضغطوا عليه جامد ويستجوبوه بطريقتهم. فسامح لما بيحس إن التهمة كده كده لابساه والبوليس عرف إن هو اللي عمل كده بدأ ينهار ويعترف إن هو اللي عمل الجريمة علشان عايز يتجوز نبيلة جارتهم، وأهله منعوه ووقفوا قصاده. وكمان اعترف إن نبيلة هي اللي قالت له يعمل كده، وكمان هي اللي جابت له المادة اللي حطها في الاكل علشان يتخلص منهم. وبعد كده اعترف اعتراف خطير جدا وقال ان هو ونبيلة ضحوا كتير لدرجة ان هما الاتنين في الاول خلصوا على جوزها وائل علشان يعرفوا يتجوزوا، ولكن ما كانش يتوقع ان ابوه وامه يقفوا في الموضوع كمان. فرئيس المباحث اتفاجئ باعترافات سامح، ولما بحث على جوز نبيلة لقى ان نبيلة عاملة بلاغ تغيب قبل كده، وكمان ابو وام وائل مبلغين بعدها على تغيب ابنهم. فرئيس المباحث لما ضغط على سامح اكتر واكتر اعترف ان هو ونبيلة بعد ما خلصوا على وائل استغلوا ان نبيلة ساكنة في الدور الارضي وحفروا حفرة كبيرة في الشقة ودفنوه فيها. فساعتها رئيس المباحث فورا بيروح يقبض على نبيلة، ولما حفروا في الأوضة اللي سامح قال عليها لقوا فعلا جثة وائل مدفونة. فساعتها نبيلة حاولت تنكر وتثبت انها ملهاش دعوة بالجثة دي وانها ولا تعرف عنها حاجة، ولكن لما عرفت ان سامح اتمسك وهو اللي اعترف عليها انهارت واعترفت هي كمان، وقالت انها ما كانتش بتحب وائل وهو كان مستغلها اخر استغلال وبياخد منها فلوس كتير، وكان بيهددها وبيذلها بسبب ان ليلة الفرح ما كانتش بنت، ولما كانت بتطلب منه ان هو يطلقها ما كانش بيرضى. علشان كده قررت انها تستغل حب سامح ليها وتخليه يساعدها في انها تتخلص من وائل مقابل انهم يتجوزوا. وفعلا كانت هتتجوزوا لولا اهله وقفوا في الموضوع، علشان كده اتخلصوا منهم هم كمان. فساعتها رئيس المباحث وهو بيحقق معاها حس انها مش متزنة نفسيا، علشان كده امر بعرضها على دكتور
اخصائي، وفعلا اكتشف ان نبيلة بتعاني من مرض واضطراب نفسي اسمه الايروتومانيا اللي هو هوس العشق، وده بيفسر لينا اللي هي كانت بتعمله مع الطلاب لما كانت بتدرس لهم. وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير بيتحكم على نبيلة بالاعدام، وبيتحكم على سامح بالاعدام، لانه كان كمل 18 سنة ساعة ما عمل كده. مش اي شخص بيحبنا يبقى بيحبنا علشان بيحبنا، ممكن يكون بيحبنا علشان مصلحته. فياريت نفرق ما بين الحب الحقيقي والحب للمصلحة، لان في ناس كتير بتستخدم الحب ده في انها تقضي غرضها الشخصي. في النهاية ربنا يسترها علينا وعلى اولادنا. قولوا امين. ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو عجبتك الحلقة، وتقول لي انت بتتابعني منين علشان اديك احلى تحية. اشوفكم على خير باذن الله. سلام.